هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جايه اكلمكم عن 3 نقط مهمين جدا، او اكشلي هم 4 نقط بالظبط هيجيبوا لك من الاخر لو انت واقف في نفس النقطه ومش عارف تطلع منها. لو انت بقالك كتير في الوعي ودخلت عرفت معلومات مهمه جدا، بس بقالك فتره واقف في نفس النقطه مش عارف تتخطاها. اول نقطه باختصار التقييم للذات العنيف. يعني ايه هدير؟ يعني لما باجي اقيم نفسي طول الوقت واحط نفسي في تشالنج ان انا لازم انجح بالعافيه، والحاجه اللي انا قررت اعملها دي لو ما حصلتش او ما مشيتش زي ما انا عايز معناها ان انا فشلت. التقييم ده بيضغط على الذات جدا، بيخليك انت حاسس طول الوقت ان انت محتاج توجد حاجه عشان تنجح فيها عشان تحس بذاتك. يعني مثلا ممكن تدخل العلاقات دي تكون مش افضل حاجة، وانت عارف ان هي الشخص اللي معاك فيها مش افضل حاجة، بس انت عايز تنجحها، فتبدأ فيها من الصفر وتفضل تحاول وتبني، مع انك انت المفروض شايف العيوب بس بتعمي عينك عن العيوب عشان خاطر تفضل تزق في العلاقة، وعشان خاطر تاخد تقييمك بان انا نجحت العلاقة دي ومشيت فيها صح. يعني بتاخدش علاقة سهلة من الاول، حد ماشي معاك في نفس الليفل وتنجحوا بسرعة، لا بتاخدها من الاول، او بتاخد حد دايما عنده مشاكل نفسية عشان خاطر انت تعالجه وتقف جنبه وتفضل سبورت ليه وتبدأ تاخد النجاح ده لنفسك. فانت بتتشالنج نفسك في حاجات هي باينة ان فيها عيوب وباينة انك هتبذل فيها مجهود عشان تحس بالنجاح بعد ما توقفها وتلاقيها بقت في وضع تاني او بقى الوضع مختلف، فبتحس ان انت عملت مجهود وخدت نتيجة مختلفة. تاني نقطة بتحصل معاك وهي ان انت بتحط نفسك في ليفل جيم بعيد عن الليفل اللي انت واقف فيه. يعني طول الوقت انا وصلت ليفل معين، دايما ببص على ليفل بتاع شخص وصل بعدي في نقطة معينة او في الجيم بتاعته. يعني احنا بنعتبر نفسنا في جيم، فانت دايما باصص لليفل اعلى من الليفل اللي انت واقف فيه، فده بيعجز الجيم بتاعتك وبيخليك ما يتبصش على التركات اللي فيها وتعرف تدخل من الحاجات او تعدي الاماكن اللي انت ممكن تكون واقف فيها، لانك باصص طول الوقت فين، مين وصل فين، مين عدى ايه، فده بيخليك واقف مكانك. ثالث نقطة وهي انك ما بتقتنعش ابدا بالفردية بتاعتك، دايما حاسس ان انت لو انا دخلت مثلا عايزة ابقى لايف كوتش، قررت ان انا حاسس ان انا عندي التالنت دي، واحنا بنعمل كده في كورس ريليسنج اذرز، بسال الناس سؤال مهم: انت ليه عايز تدخل تبقى لايف كوتش؟ ففي ناس كتير عايزه تبقى لايف كوتش، فهو بيفكر ان انا عايزه ابقى لايف كوتش، واول ما بيجي له الفكره بيقول ايه؟ بيقول طب انا هعمل ايه في المجال ده في ناس كتير قوي، ده هقدم ايه هم الناس ما قدمتهوش؟ هتلاقيني زيهم، يعني هختلف عنهم في ايه؟ كلمة هختلف عنهم في ايه؟ اعرف ان انت مش مؤمن بالفردية بتاعتك، اعرف ان انت ما بتعرفش تطلع اللي جواك ومش مؤمن بالبصمة بتاعتك. كلنا في مننا كتير، يعني انا مثلا لو لايف كوتش في مني كتير، انا لو دكتورة في مني كتير، بس كل واحد بيختلف عن التاني في انه ليه ترددات طاقية، وكل البني ادمين في ترددات طاقية بيقبلوا. يعني ممكن يكون يعني اشطر من حد، بس الحد التاني طاقته بتمشي مع ناس معينه، فانت تفضل تتفرج تقول ايه ده، هو الشخص ده عنده شهره ليه، الشخص ده معروف ليه؟ هو معروف بالنسبه لترددات معينه من الناس، هما بيأتلفوا مع بعض، في طاقات بتأتلف وتختلف، فركز على اللي بيأتلف معاك. انت لو ركزت على فرديتك هيجيلك اللي بيأتلفوا معاك، فانت محتاج تركز على ان انت تكمل وتدي وتعمل سيرفيس، وهيجيلك الناس اللي بتأتلف معاك. رابع نقطة مهمة جدا وممكن تستفيد منها هي ان انت تبطل تعمل الحاجات اللي في التو دو ليست بتاعتك عشان تخلص وتنجز، او عشان يبقى عندك حاجات كتير في اليوم انت خلصتها. صدقني انت لما بتعمل كده بتبدأ تعمل ايه؟ بتبدأ تحط في دماغك ان انا هوصل للي انا عايزه بكتر الحاجات اللي انا بعملها، او بالمجهود الكبير اللي انا بحطه في الحاجات اللي انا بعملها. لكن لما بركز ان انا اعمل حاجة او اتنين بنفس، بقلب، بانرجي بتاعتي، وانا مستمتع، وانا مش مستعجل، وانا مش حاسس ان انا لازم احس ان انا نجحت اخر اليوم لما عملت حاجات كتير. دلوقتي طول اليوم عايزين نخلص حاجات كتير قوي، عايزين نعمل حاجات كتير قوي، يومنا فيه حاجات كتير قوي، فاحنا ظنين ان احنا لما هنخلص كل حاجه في اليوم ده هيوصلنا للي احنا عايزينه. هتلاقي في واحد غيرك ما بيبذلش كل المجهود اللي انت بتعمله، مش حاطط على نفسه عبء التو دو ليست او بلان كل يوم بيعمل حاجات كتير قوي عشان خاطر يوصل لحاجات، لا هو ما بيعملش كل ده وبيوصل اللي هو عايزه بروقان، لانه رايق بيعمل حاجه او اتنين بنفسه بريزنت مومنت. هو في البريزنت مومنت، هو يعني قاعد بيعملها دلوقتي مركز فيها. زي ما انا بحاول على قد ما اقدر لما اجي اعمل الفيديوهات بتاعتي معاك ان انا اركز على ان انا معاك،
مش دماغي مش في حاجه تانية، مش عايزه اخلص وخلاص، مش عايزه ابقى الفيديو خلص وخلاص. وساعات على فكره بقع فيها، بس بحاول اشتغل على نفسي، بحاول طول الوقت اقول لنفسي لا انا مش عايزه اعمل فيديو يبقى الفيديو اتعمل وخلاص، انا عايزه اقدم حاجه فيها كواليتي، حاجه حد لما يسمعها يحس بتاثيرها. فانت لما تعمل حاجه ركز على انت انرجي بتاعتك فيها ومتواصل معاها. ولو بتعمل سيرفيس لحد تاني ركز انه السيرفيس دي هتتنقل للشخص التاني هيحس بايه، عشان انت تحس بالاستمتاع، عشان تحس ما بتعملش حاجات وخلاص. فيا رب الفيديو يكون فادك. ولو حبيت تشترك في اي كورسز او اي سيشنز، احنا بنقدم حاجات كتير قوي، ممكن تتشيك الانستجرام بيج، ممكن تبعت لنا على الرقم ده، هيتواصلوا معاك على طول، تلاقيني انا معاك بعدهم على طول. اشوفك في فيديو تاني، باي باي.